ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده الزبادي كامل الدسم بطريقه ناجحه جدا ومن لبن مغشوش. طبعا كله بيقولك لازم تجيبي اللبن من حد واثقه فيه وحد مضمون والكلام ده عشان الزبادي ينجح معاكي. طيب اللي مش ضامن حد مثلا ولا ضامن لبان كويس او مش بيجيب من الفلاحين يعمل ايه؟ ما يعملش زبادي يعني؟ لا، هيعمل احلى زبادي وناجح زي ما انتم شايفين كده، كريمي ومتماسك وناعم جدا وطعمه حلو قوي. وهقول لكم كل التفاصيل وكل المشاكل اللي ممكن تواجهكم وانتوا بتعملوها، كل حاجة من غير أصلا ما نستخدم مكنة الزبادي ولا نحطه في الفرن ولا أي حاجة. كمان هنعمل مع بعض الزبادي بالفراولة بطريقة ناجحة جدا زي اللي بنشتريه من بره بالظبط، ويمكن أحلى كمان لأن احنا هنعمله بيور طبيعي جدا مفهوش أي إضافات، ولا هنحط آيس كريم ولا جيلي ولا أي حاجة خالص. أنا جبت كيلو لبن وفار منه شوية وأخدت منه كوباية صغيرة كده زي الكوبايات اللي شفتوها معايا كده في أول الفيديو. كمية اللبن اللي قدامكم دي يعني حوالي نص كيلو كده أو نص كيلو زيادة، حاجة بسيطة. تمام، انا غليته وحطيته في التلاجة وبعدين تاني يوم طلعته عشان اعمله زبادي. يعني مش شرط يكون اللبن بتاعك لسه ما اتغلاش وتغليه وتستني يوصل لدمع العين علشان تعمليه زبادي، لا عادي ممكن يكون مغلي اصلا وموجود عندك في التلاجة وتطلعيه تعمليه. انا عشان كنت حاطاه في التلاجة وهو ساقع فابتديت ان انا بقى ايه، انا عايزاه اللبن ده بتاعي مغشوش، فانا عايزه بقى اخليه يكون مركز اكتر ويكون لبن صافي. ازاي؟ حطيته على النار واول ما غلي معايا كان على نار عاليه، اول ما غلي وطيت النار خالص عليه وبقيت اضربه كده بالمضرب السلك كده، اطلع منه اي بخار، يعني اي بخار موجود فيه اطلعه، بحيث ان لو في اي نسبه ميه كده تتبخر معايا وتطلع. هقعد كده حوالي 10 ل 15 دقيقه اضربه كده بالمضرب السلك. هتلاقوا حجم قل شويه، انت كده يعني ماشيه مظبوط. تمام، هسيبه بقى على نار هاديه كده وكل دقيقه كده ولا حاجه اروح اقلب فيه كده تقلبتين، بحيث انه كمان ما اسيبهوش يفور. لما اجي اقلبه الفوران بتاعه هيقل وهيهبط ومش هيفور منك. انا عايزه الزبادي بتاعي يكون لي وش قشطه كده ويكون كامل الدسم. انت ممكن لو مش عايزاه كامل الدسم وعايزاه خفيف كده ما تعمليش الخطوه اللي هقولك عليها دلوقتي. طيب لو عايزاه كامل الدسم ويبقى عامل وش قشطه كده، انا كنت جايبه لبن قبل كده ومحوشه الوش بتاعه، اخدت منه كده معلقتين وابتديت ان انا اقلبهم كويس كده افككهم من بعض. وعندي علبه زبادي، علبه الزبادي دي كبيره فانا خدت منها معلقتين بس، وهضيف عليها معلقه صغيره ممسوحه سكر. طيب انا هحط السكر ده ليه؟ السكر ده هيساعد معايا الزبادي ان هو يتخمر اسرع، وكمان لما تيجوا تاكلوا الزبادي بعد كده هيكون التحليه بتاعته مظبوطه، مش هتحتاجوا تحطوا فيه سكر ولا اي حاجه. انا ليه قلت لكم عايزه اللبن يكون دافي ما يبقاش دمع العين؟ لان احنا في شتاء وعقبال ما اضرب كل المكونات كده في بعض هيبتدي ان هو يسقع. يعني انا لو عاملاه دمع العين وبعدين حطيت عليه الزبادي والقشطه ساقعين كده هيبرد مني. لا انا عايزاه يبقى دافي كده شويه، بس برضو لما احط ايدي فيه اعد لحد 10 اكون مستحمله حرارته، لاني اول ما هنزل عليه بالقشطه والزبادي والسكر اللي انا عملتهم هما ساقعين، انا جايباهم من التلاجة فهيبرد مني. لا انا لما احطهم عليه وهو دافي، اول لما اجي بقى احطهم عليه ساقعين هيبقى زي دمع العين زي ما بقولك بقى كده. هضيفهم كده عليه وهبتدي ان انا اضربهم. عندك خلاط اعمليه في الخلاط، اعملي في الكبه بالهاند بلندر. لو مش عايزه تستخدمي كل ده ممكن بالمضرب السلك هتقلبي فيه شويه كده بحيث ان هو ايه، يدوب كده والقشطه اللي احنا حطيناها فيه تدوب وما يبقاش فيه اي تكتلات. عايزاه يبقى ناعم جدا معايا. هتحطيه بقى في كوبايات، هتحطيه في بولات براحتك، شوفي انت عايزه تحطيه في ايه واعمليه. هعمل معاكم كده 3 زبادي ساده، 3 كوبايات، واخر كوبايتين هعملهم معاكم بالفراوله. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله وتشوفيه قبل اي حد. انا جبت حوالي كده 7 أو 8 حبات من الفراوله، غسلتهم وقطعتهم كويس وحطيت عليهم معلقه سكر كبيره ورفعتهم على النار. اول ما يبتدوا يغلوا كده معايا والميه اللي فيهم تقل ويبقوا مركزين كده شويه، ضربتهم بالهاند بلندر وبقت معايا شبه المربى كده. اخدت منها المعلقه وحطيتها على الزبادي وضربتها بالهاند بلندر عشان يندمج كويس قوي معايا. طيب انت لو مش عايزه تعملي خطوه الفراوله دي ممكن تجيبي اي مربى كده من السوبر ماركت وتحطيها في اللبن وتضربيها بالهاند بلندر، هتدوب معاكي وهتبقى ناجحه جدا. هرص الكوبايات بتاعتي كده في صينيه ومش هنزل عليها بميه مغليه، لا الميه المغليه هتخلي الزبادي يتماسك معايا من الحروف، ولكن من القلب بتاعه من جوه يعني من النص هيكون خفيف معايا ومش هيبقى كله في سوا واحد. فانا هفتح الحنفيه كده على الميه ما تبقاش دافيه، لا عايزاها تبقى ايه يعني
ازيد من الدافيه بشويه، وهحط عليها معلقه خل علشان الصينيه الالومنيا بتاعتي ما تزرقش، يعني ميه سخنه بتزرق الالومنيا. مهم جدا ان احنا نغطي وش الزبادي، ولكن لو غطيتيه بستريتش الميه اللي احنا حاطينها هتتبخر وهتطلع كده على الاسترتش من فوق، هتعمل قطرات كده من الميه وهتنزل على الزبادي، هتخليه يبقى فيه ميه، نسبه ميه معاكي، او هيعمل الشرش اللي بيكون موجود فيه ده. فلا، احنا عايزين نغطيه بفوطه كده او بقماشه زي اللي انا جايباها دي. هغطي الوش بتاعه كده وهغطيه كله وهركنه على جنب زي ما شفتوا معايا كده. الميه السخنه اللي انا حطاها دي لما تيجي تتبخر كده هتمتصها، يعني القماشه من فوق هتمتصها ومش هتنزل على الزبادي من تحت. انا ما دخلتوش الفرن ولا شغلت الفرن ولا اي حاجه، انا سبته على الرخامه كده زي ما انتم شايفين، سبته من العصر لحد الساعه 11 بالليل. بصوا بقى متماسك معايا ازاي، ولكن لو جيت قلبته هيتقلب لان انا لازم ادخله التلاجة. يعني انا كده سبته وهغطيه بقى، يعني خلاص اشيله من القماشه دي، جبت صينيه تانية كده وهغطيه بيها ودخلته التلاجة لتاني يوم. بعد ما طلعته بقى هو من التلاجة تاني يوم هوريكم بقى متماسك جدا معايا. بصوا شايفين وش القشطه كده بقى متماسك معايا ازاي، وطبقه القشطه بتاعته سميكه جدا. هقلب لكم الكوبايه دلوقتي وهخبطها كده بايدي وهتبقى متماسكه جدا، سواء اللي بالفراوله او الساده. بصوا ما بتقعش، انا شقلبتهم كده، شقلبت الكوبايات دي كلها. كمان عايزه اقول لكم ان انا قعدت ربع ساعه عماله اصور لكم كده فيديو، عملت لكم كل حاجه وعماله افرجكم على الزبادي من جوه وبره، وفي الاخر اكتشفت ان انا ما بصورش، يعني نسيت اشغل الفيديو. حتى هتلاقوا في كوبايتين كده انا واخده منهم، كنت عماله اوريكم واكل كده معاكم في الفيديو، وفي الاخر الفيديو ده طلع ما اتصورش. بس هوريكم تاني، يعني الحمد لله ان احنا اكتشفنا الموضوع قبل ما الزبادي كله يخلص. بصوا الزبادي بالفراوله متماسك ازاي، قلبت لكم الكوبايه اهي. بصوا هتقع من ايدي وعمال يتحرك واجيبه يمين وشمال كده الكوبايات، وما شاء الله يعني ولا بيقع ولا اي حاجه، ولا حتى اتحرك من مكانه شويه. جربوه هيعجبكم جدا. وانا كده اكون خلصت حلقه النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله تشوفوه قبل اي حد. والسلام عليكم.